اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. صباح الخير عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بصوا بقى، انا ولادي طالبين مني اكله زي ديت، يعني ايه، بتبقى خفيفه كده وبسرعه بنعملها، ما بتكملش 5 دقايق. بنص كيلو لحمه مفرومه. عملنا اكله جميله جدا، يا رب تجربوها هتعجبكم ان شاء الله، وبسيطه وجميله. حطيت بصلايه كبيره كده، وحطيت نص كيلو لحمه، وحطيت فلفل حامي، وحطيت ملح وفلفل، وحطيت ممكن رغيف فينو كده مثلا بالليه كده، واعصريه وحطيه. هايلة هايلة. تمام. عجناها وصبعناها. بس قلت لما اعمل بقى ايه، عشا كده العيال خفيف، او لا, لا غدا. يعني ايه، سهلة سهلة سهلة. ولو عملت شوية مكرونة هتبقى جميلة، او برضو للاطفال بتاع. حلوة. اهو نص كيلو لحمة من عند الجزار كده. بصراحة احنا ما بنجيبش الا المفروم من عند الجزار بجد. بصوا جميلة ازاي. اهو نبقطع بقى، بعمل السلطة. يبقى حطينا ايه يا حبايب قلبي، حطينا بصلاية كبيرة، ممكن تحطي بصلتين زي ما تحبي. بوشنا رغيف فينو كده حلو، وعصرناه، وحطيناه في الكبة معاه، وقرن فلفل حامي وفلفل اسود وملح، وضربناهم في الخلاط، نعمناهم بقى كده وعجناهم زي ما حضراتكم شفتوا كده. بس وخلصنا وعجناها. لو عايزة تريحها شوية تحطها في الفريزر حبة صغننين، وبعد كده صبعيها. وبعد كده يا حبايب قلبي هتشوفي وانا بعملها وبسويها ازاي. احنا وصلنا لمرحلة ان انا عجنتها وصبعتها. وهنا بقى شوية سلطة كده، عشان تبقى لازم يبقى في حاجة مثلا، لان انا ما عملتش مكرونة ولا عملت حاجة. عندي ولد يعني ايه، تعبني في الاكل الجاي، تعبني. مش اي اكل بياكله، مش زي الناس. مش مثلا ممكن شوية مكرونة وجنبهم حاجة. لا يعني ايه، ما لو عملت حتى بانيه ما ياكلش المكرونة، ياكل بس البانيه كده، ما ياكلش المكرونة. لو عملنا مثلا بطاطس محمرة وشوية حاجات كده خفيفة، ما بيعملش، ما ياكلش برضو الاكل ده. فانا والله العظيم 3 متعذبة معاه. دي شوية سلطة اهو. حطينا معلقة سمنة كده اهوت في الجريل على البوتاجاز اهو يا حبايبي. يبقى شوفوا بقى الفيديو بتاع احفادي، فيديو جميل جدا. حبيت اخرجهم كده واطلعهم في الهوا، عشان انتوا عارفين الاطفال بتزهق في الحر، والبيت كله الناس بتبقى مزنوقة في الحر. بصراحة حاجة يعني مؤلمة بجد بجد. الشتاء ارحم والله. كل سنة وانتوا بألف خير. حطيتهم كده طبعا في الجريل، شايفين اهو، جميل جدا جدا جدا. الجريل عندي طبعا ليه غطا، ف ونص مع نص كوباية مية. حلو. اهو احنا مش هنحمرها بقى ونقلبها في الزيت ولا الكلام ده خالص، لا، زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هي كده مية مية، ما شاء الله عليها. والله لو عندك ضيف كده بسرعة في ثواني، ما بتاخدش وقت. بس انت بقى زودي، اعملي شوية مكرونة جنبها، شوية رز ابيض زي ما تحبي. اهو بصوا، بتستوي بقى في النص كوباية مية اللي انا حطيته، وهي برضو بتدي بخار. عملت فحمة بقى معاها، حطيتها الفحمة وتوربي كده عليها، هتديكي طعم الكباب بالظبط والله، واحلى.
الله اكبر عليهم بقى، يقولوا ايه الكباب ده، طعمها هايل هايل بجد، مديكي طعم الشوية وطعم الكباب والطرب والحاجات دي، فيها شمخة، ليها شمخة جامدة. والسلطة بتاعتنا طبعا انا ايه ما جاش الوقت ان انا جبت طحينة، هي لازمها شوية تحبيشات برضو جامدة، بس يعني ايه هي جت كده يعني. والعيش طبعا والسلطة. يا ريت تجربوها، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان الفيديو ينتشر. وشوفوا الفيديو بتاع احفادي هيعجبكم قوي، ربنا يخليهم ويحفظهم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، الاطفال الجمال. وانا كده في التقديم اهو، بصوا اهو، جميلة جميلة. طبعا انا واقفة في الحر بقى، المطبخ ده مش قادرة اقول لكم اهو، بدوقها معاكم اهو، بصوا جميلة، سكر سكر والله، حفيدتي وجميلة وبنتي وحبيبة قلبي مكة الغالية دي، الحتة الحلوة بتاعتي، يا رب يحفظها ويحفظ لكم أحفادكم وحبايبكم وولادكم يا رب، تشوفوهم أحسن الناس. أهو دقناها وعملناها قدامكم، يا رب تشوفوا الفيديو دوت كده يعجبكم وتشيروه، واعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد والفيديو ينتشر. اشوفكم على خير يا روح قلبي، مع الف سلامة يا حبيبتي، مع السلامة.